السلام عليكم، كلنا نحب الصواني. اليوم بسوي صينية الدجاج والفطر بالبطاطس. أول شي نحمص البصل بزيت زيتون ونضيف الثوم ونضيف الفلفل البارد مقطع مكعبات صغيرة. عندي هنا صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة وأحمصهم، وأضيف مرقة الدجاج بالفطر. هذا المنتج الوحيد والفريد من نوعه من إسناد في السعودية. أضيفه على الدجاج وأضيف الفلفل الأسود، البابريكا، بودرة البصل وبودرة الثوم والملح، وأقلبهم. بعد كذا أضيف فطر طازج مقطع، ممكن المعلب عادي، وبعدين أضيف الذرة وأقلبهم. آخر شيء أضيف كوب من كريمة الطبخ وأخليه يطبخ تقريبا 10 دقايق. بعد كذا عندي هنا الصينية فيها البطاطس المقلي، وأرش عليها من بهارات الكيجن يعطيها طعم ولذة مو طبيعية في الوصفة. أحط الدجاج وأرشه بالموزاريلا وأدخل فرن تقريبا 25 دقيقة تتحمر تتجانس المكونات. وبكذا تكون صينية الدجاج والفطر بالبطاطس جاهزة، لذيذة وسهلة، واستمتعوا فيها وبصحة وهنا علينا وعليكم.